يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا طبعا، وبصراحة يعني بنشكر ناس جدا، ناس كتير قوي شجعتنا. كمان في ناس كلمتنا على الخاص كتير، قالوا لنا طيب ما تعملوا وجبات بيتي وكده. طلبوا مننا نعمل اكل بيتي ونوصل وكده. بس احنا طبعا الامكانيات عندنا على قدنا برضو. فاحنا عايزين برضو تقولوا لنا رأيكم ايه. احنا مثلا ممكن نوصل جوه مدينة نصر لو نقدر. يعني نشوف على قد ما نقدر كده ممكن نوصل جوه مدينة نصر. احنا عايزين ناخد رأيكم في موضوع زي كده. ما تنسوش برضو ان انتوا عيلتنا وبنكمل بعض، فايه اتمنى كده تقولوا لي رأيكم. وفكرة حلوة اكمل في كده يعني، ولا خليني كده بلاش اوردرات واعمل لكم كده فيديوهات تشجيعية. هي بصراحة أكل نرمين حلو جدا ونضيف. فطبعا احنا اتكلمنا في الموضوع ده بناء على كلام الناس بصراحة وتشجيع الناس. يعني احنا في دماغنا الفكرة، بس برضو الناس عمالة، يعني ناس كتير كلمتنا فاحنا قلنا ناخد رأيكم. بجد بشكر الناس اللي بتقول لي كلام، صدقوني انا ما استهونهوش. كلام تشجيع وكلام حلو وكلام من القلب فعلا. بشكركم جدا على الكلام اللي انا ما استاهلهوش، اللي بسمعه منكم بامانه. وشكرا كمان للناس اللي بتدخل تكلمني خاص وتقول لي ان انتي شبهنا وبسيطه زينا، وبيكلموني وبيحبوا كمان يتكلموني ويطمنوا علينا. ولو انا ما طلعتش في يوم بيكلموني ويقولوا لي ايه ما طلع حد أكيد. شافك ليه النهارده. بجد بشكركم جدا من كل قلبي، انا مستاهلش بامانه حبكم ده ليا. طبعا واحنا شايفين اللي بيحصل حوالينا في الدنيا او في العالم اليومين اللي فاتوا دول، فكلنا نرفع قلبنا كده ونصلي. نصلي فعلا ان الموضوع ده بيأثر على الناس كلها. فعلا الموضوع بيأثر يعني على الناس كلها. فنصلي كده من قلبنا ان الموضوع ده يعدي على خير، وربنا يسترها يا رب على الناس كلها. ربنا كده يدي سلام للعالم وطمأنينة، ويحافظ على اخواتنا وولادنا اللي في الغربة ويجيبهم بألف سلامة. وربنا يدي سلام للعالم ونصلي كده من أجلهم. ربنا يحافظ عليهم ويعدي الموضوع ده على خير، ونشكر ربنا. برضو كل فيديو اقول لكم شجعوا الشيف نرمين وشجعوها بلايك متابعة كومنت. الشيف ولا حاجة، صدقوني أنا بسيطة آه، جدا، وبتشوفوني إن أنا بسيطة جدا وأنا بتعلم منكم صدقوني. بجد التشجيع بتاعكم فارق معانا جدا وبيخلينا نكمل فعلا. لان كلامكم جميل وفوق دماغنا من فوق بصراحه يعني. بصوا في الكوسة اللي بقول لكم الأطفال عامله لنا بيحبوها النهارده نازلة كوسه. أهي. عامله لنا طبق كوسه عجباها النهارده قوي حاجه ايه زي ونازلة الفل. فيها. طبعا عارفين الأطفال بيحبوا الحاجات الطرية اللي إيه مع الرز كده زي الملوخية، كل الأطفال بتحبها. فمش شرط يكون الوصفة زي كل مرة بقول لكم، مش شرط تكون وصفة جديدة. هي فيديو كده تشجيع، او بنفكر كده بعض باكلات الصيام الجميله اللي كلها بركه. دي اكله اقتصاديه وبجد حرفيا جميله جدا، وطالعين متربيين عليها، واكله بسيطه و... ونشجع بعض كده ونفكر بعض كده باكلات الصيام الجميله. هنستنى رايكم في الموضوع اللي احنا قلنا لكم عليه، ويعني شجعونا كده. وهناخد برضو ايه الكومنتات وهنشوف راي الناس ايه. وكمان عايزه اطلب منكم حاجه، اللي جرب حاجه على طريقتي يكتب لي كده ويقول لي، لاني بتبسط جدا بالناس اللي بتكلمني خاص وبتقول لي جربنا مثلا اي حاجه على طريقتك وعجبتنا قوي. فاكتبوا لي كده جربتوا ايه على طريقتي وعجبكم في الكومنتات.